الحلقه، وفي كام ضيف كده هقول لك عليهم اللي ظهروا في المقلب، ولكن رامز مش عارض مين اللي هيظهر معاهم. في عدد كبير جدا من النجوم وقعوا في مقلب رامز جلال السنه دي، وحرفيا نجوم تقيله وما ظهروش في البرومو. بصراحه ما اعرفش ايه السبب، بس هقول لك عليهم برضه. وكمان معانا الفنانه مها احمد واللي ظهرت في البرومو واللي حصل فيها المقلب بالفعل، واللي هيكون معاها الفنان هادي خفاجه، وانتوا طبعا عارفين المشاكل اللي كانت ما بينهم، واتاكدنا من وجود الاثنين في نفس المقلب مع رامز جلال. وكمان معانا الفنانه ايه سماحه واللي ظهرت في البرومو وبرضه ما ظهرش مين معاها في المقلب، ولكن شفناها في البرومو مع رامز جلال، وهنعرف مين معاها اثناء عرض حلقتها في شهر رمضان. وكمان معانا الفنانه ميرنا نور الدين، هتكون ضحيه من ضمن الضحايا في برنامج رامز جاب من الاخر السنه دي، وبرضه ما عرفناش هيكون مين معاها في الحلقه لان ما ظهرش في البرومو. ومعانا كمان نجوم ما ظهرتش في البرومو زي شيرين رضا، واللي اتاكدنا انها موجوده في برنامج رامز جلال، بس مستغرب ليه رامز ما ضافهاش في البرومو. واتاكدنا انها كانت موجوده في المقلب لما ظهرت مع منى الشاذلي ورجلها فيها شرخ، بس قالت انها اتصابت